طبعا احنا بنشكر السيد الوزير على حسن الاستقبال وسياده اللواء بكر مساعد اول وزير العلاقات العامه. واحنا اجتماعنا تقريبا حوالي يمكن ساعه ونص. ناقشنا في الاول طبعا موضوع دخول الجماهير اللي هنناقشه يوم الاربعاء في اللجنه الانديه وضوابط دخول الجماهير، وكان في مقترحات محدده مني اللي هتعرض على لجنه الانديه اللي هي الكارنيه اللي هيتعمل للجمهور اللي عايز يحضر، والكارنيه ده يقدر يشتري تذكره، من غير الكارنيه مش هيقدر يخش يشتري تذكره، وهيبقى في منافذ بيع جوه الانديه. وفي نفس الوقت احنا يوم الاربعاء اجتماعنا عشان تشكيل امن خاص لحمايه الملاعب من الداخل اثناء المباراه. ده الجزء الاول اللي احنا اتكلمنا فيه، وده كان الاهم من الماتش طبعا. الماتش طبعا كان ليه وجهه نظر ان احنا السنه اللي فاتت الدوله جت عليا ونقلنا الماتش من الجونه للدفاع الجوي، وابتدى بقى لنا 4 ايام برضه يقول لك مرتضى سراج الدوله وهيتاثروا عليه وهيقولوا له لا وهتلعب هناك. لا، هو اقناعه سياده الوزير عنده وجهه نظر ان الاسبوع اللي فات ده كان في نوع من التوتر بين جماهير الاهلي او اللي مسمين نفسهم جماهير الالتراس الاهلي ومجلس اداره الاهلي، فما عادش ينفع الماتش يتعمل في القاهره في الظروف دي. فكان في اقتراح يتعمل في السويس، اقتراح يتعمل في اسوان، لكن لضيق الوقت خلاص يتعمل في برج العرب. انا وجهه نظري طبعا انه لائحه جايه لي من الاول بتقول ان الملعب فيه بترو سبورت. خلاص سمح لي ما دام الاهلي حدد ملعبه برج العرب، انا ان شاء الله الماتش الجاي يعني كنت لسه موجود في النادي ما استقلتش، هيبقى الماتش في بورسعيد باذن الله. هعمل الماتش الاهلي والزمالك في استاد بورسعيد، ما دام مسموح لكل نادي يختار النادي اللي هو عايزه، فانا ان شاء الله الماتش الجاي هيكون في بورسعيد. وانا عارف شعب بورسعيد هيستقبل فريق الاهلي ازاي، بالعكس بالمناسبه للتصالح بعد سنوات كثيره من الازمه اللي حصلت بين الناديين.